الكبير كبير والله يعني. والله بقى تجيبوا الزمالك، تجيبوا بيراميدز، تجيبوا طلائع الجيش، مش فارقه، الاهلي كده كده عارف ازاي بيقتنص البطولات. لا بس الحقيقه يعني الماتش كان حلو، الماتش كان حلو قوي، كان رايح جاي جامد جدا. ولما نيجي نتفرج على الاحصائيات هتلاقي ان 16 هجمه او 17 هجمه للنادي الاهلي و16 هجمه للنادي بيراميدز، فالاثنين متقاربين جدا جدا من بعض من الناحيه الهجوميه ومن ناحيه الضغط. يعني الماتش كده او كده كان حلو. طبعا اللي بوظ الماتش الاخطاء الجسيمه اللي حصلت من علي جبر، اللي هو المفروض ان هو لاعب دولي وما يحصلش منه الاخطاء اللي شبه كده. اول حاجه طبعا هندس كان المفروض ان هو ياخد فيها كارت احمر، ودي كارت احمر مستحق جدا، وهو منع الكوره ان هي توصل لمرمى الشناوي. تاني حاجه طبعا بيتسبب لضربه جزاء، وكان ممكن اللي هو يتسبب في الثانيه مع حسين الشحات، بس تسبب في الاولانيه الكهرباء. بعد كده بقى ضياع المنظومه الدفاعيه اللي كان عاملها باتشيكو، وهتلاقي بقى ان الشامي بيحصل معاه توتر في الملعب، بيقعد يضرب في عبد القادر ويضرب في علي معلول، وحصل خناقات كتيره قوي في الملعب. وبتلاقي بقى بيجي ضربه جزاء اللي علي معلول ما بيتوصاش وبيحطها في الجون، وبيضمن للاهلي السوبر المصري. طبعا بقى بعد ما باتشيكو بينزل كمان مهاجم، وبينزل فخر الدين بن يوسف